بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ كل عام وانتم بألف خير. ربنا يجعله كده شهر مبارك علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام كلها يا رب، وينصر إخواننا في فلسطين يا رب، وفي غزة يا رب، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. يا اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده هنعمل تفريزات كنت بجهز فيها يعني من فترة وكده. فهنا طبعا كنت جايبة كرنب وسلقته زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ أقطعه وعينه. طبعا كل الحاجات دي متفرزة من قبل رمضان. كنت بجيب يعني كل فترة أجيب شوية حاجات، شوية خضار مرة، كرنب مرة، أجيب فراخ مرة كده زي ما انتوا هتشوفوا كده في الفيديو، وهنجهزها ونفرزها لرمضان. وطبعا في ناس كتير ما عملتش التجهيزات، لأن طبعا كل ده محتاج مصاريف زي ما انتوا عارفين، وفي ناس سايباها بظروفها كده، اللي معاها تجيب ما معاهاش خلاص. فهنا بنجيب كل يوم او كل مثلا شهر شوية. فهنا طبعا جبت البسلة والجزر اهمت، وجبت الكرنب زي ما انتوا شفتوا حبايبي، وقطعتهم وحطيتهم على بعض. وبعد كده هحطهم في اكياس واحطهم في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده. عندكم علب بلاستيك برضو مفيش مشكلة. عاوزين تخلوا البسلة لوحدها والجزر لوحده برضو مفيش مشكلة، ساعات اعملها كده. واللهم صل على سيدنا محمد. وعندنا برضو انواع كتيرة من الخضار، يعني احنا النهاردة تفريزات الخضار. كنت جايبة برضو سبانخ والخضرة بتاعتها، وبدأت كده انضف فيها وايه، واغسلها كويس. وبعد كده هقطعها برضو وانشفها، انشفها الاول واقطعها، وبعدين اكيسها في الاكياس. اهم حاجة ما تكيسهاش وهي مبلولة، يعني دي اهم حاجة عشان تخزنيها وتضمني ان هي تفضل خضرة وجميلة، ان انتي تنشفيها كويس وتسيبها لحد ما تنشف خالص. وبعد كده تبدأي تقطعيها وتقطعي الخضرة بتاعتها وتحطها في الاكياس وتفرزيها. والله بطلعها بتبقى تحفة جميلة، وبتقعد بالكام شهر، وبتبقى خضرة زي ما هي برضو. خلاص. عبال ما نشوف كده معانا تقطيع السبانخ وتفريزه، هنبلغ السنة أو الآية اللي هنبلغها عن النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة. هي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يا حبايب قلبي، هنا احنا كده بلغنا الآية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. هنبدأ بقى نقطع في الخضرة. برضو هنعين شوية خضرة كده حلوين المحشي، وبرضو لازم تكون متنشفة كويس قوي. ولو انت خايفة لا هي تسود، تكوني عاملة تسبيكة المحشي وتقومي رامية فيها الخضرة بعد ما يتسبك كويس قوي، وتعيني تسبيكة المحشي جاهزة بخضرتها في الفريزر برضو، وتبقي ضامنة ان هي ما سودتش. هنا طبعا هنعمل برضو شوية، هعرفك الوقت تعملي تطبخي الفاصوليا والكوسة كتير. لقيت ناس كتير قوي بتشتكي من ان الكوسة مبقاش طعمها حلو، والفاصوليا بصراحة انا عملتها كده وناس كتير دقيتها عندي ولقت طعمها تحفة بصراحة، وسألتني انا بعملها ازاي. فعندي هنا الفاصوليا بعمل لها كده بصلاية مع كام فص توم حلوين، وبشوحها كده كويس لحد ما ميتها تنشف خالص، واحس ان في صوت كده طشطشه كده ان خلاص الميه نشفت خلاص. وبقوم حاطه لها الصلصه، وبعدين اسيبها تاخد وتدي مع بعضها كده وتستوي وبتبقى تمام، واحط لها بهاراتها بتبقى جميله جدا. ويا سلام بقى لو محطوط معاها لحمه بقى كمان، يعني لو سلقه لحمه وحطيتها فيها، وبعدين بعد ما خلصتي تحطها في طاجن في الفرن بتبقى جميله قوي. والكوسه نفس النظام ونفس الطريقه برضو، يعني تقريبا. والبسله برضو نفس النظام بقى، برضو بقى ايه، بنشفها كويس من الميه بتاعتها الاول. هنا برضو عملت شويه سبانخ برضو، والسبانخ انا عندي بعملها بلسان العصفور جميله زي ما انتوا شايفين كده. بقطع معاها فصين توم، وبحط معاها شويه كزبره ناشفه زي طشه الملوخيه. والسبانخ عندي برضو مع بصل وتوم، ومحطوط الصلصه عليها والشوربه. وبعد ما لسان العصفور عندها يحمر كده كويس، هنقوم طشينها على السبانخ. ومجرد ما بيستوي لسان العصفور بنقوم طافيين عليها، ودوقي احلى سبانخ بلسان العصفور. بس لازم تعمليها بشرب. هنا الجزء اللي اتبقى من السبانخ بفرغ منه الهواء خالص اهو، بشفط منه الهواء. شايفين الكيس مشفوط خالص كأنه معمول بآلة اهو. وبرضو عندي هنا كنت جايبه طماطم برضو علشان افرزها. كل دي تفريزات. وبرضه انا قلت انا مش عاملاها كلها في يوم واحد سبحان الله، يعني النهارده جبت طماطم، امبارح كنت جايبه الخضره والسبانخ والفاصوليا والبسله والحاجات دي. كل يوم اجيب حاجه حاجه كده.
وسبحان الله على قد ما تقدري يعني. بس هي بصراحة بتنفع إن أنتِ يبقى عندِك وقت تعبدي ربنا سبحانه وتعالى، علشان يعني رمضان محتاج إن الواحد يدخل عليه بقلبه كده، ومحتاج إن إحنا يعني الشهر ده بالذات سبحان الله لازم نكون بكل جوارحنا متوجهين لربنا سبحانه وتعالى. وطبعًا بنسأل الله إنه يتوب علينا من أي حاجة سبحان الله، وربنا يقبل توبتنا جميعًا يا رب العالمين. فعشان نبقى متفرغين للصلاة وللعبادة وكده نكون مجهزين على قد ما نقدر الحاجات اللي بتاخد وقت زي كده. الطماطم طبعًا بعد ما باغسلها كويس وباقطّعها كده زي ما أنتم شايفين، باقوم حاطاها على البوتاجاز تتسلق، واحط مثلًا مع الكمية دي ممكن إيه، نُص بنجراية بتدّي لها لون أحمر وجميل، حتى لو فيها حاجة خضرا أو كده أو صفرا، لأ بتخلّي الطماطم كلّها حمرا وجميلة. عندي هنا برضه كنت جايبة 3 فرخات كده، فقُلت أغسلهم كويس وأنقعهم، وبرضه أفرّزهم أتبّلهم وأفرّزهم. وسبحان الله أمّا آجي أطلّعهم بقى ممكن تعمليهم أي حاجة زي ما أنتِ عاوزاهم، المهم إيه تعينيهم متبّلين في الفريزر. وبعد كده عاوزة تشويهم، عاوزة تعملي لهم مندي، كبسة، عاوزة تخلي منهم صدر وتعملي بانيه برضه بينفع عادي، لإن هي دي التتبيلة بتنفع مع كل حاجة، بصل وتوم وهنشوف دلوقتي هنتبّلها بإيه. المهم بنغسلها كويس أوي ونشيل أي حاجة مش كويسة فيها، ونشيل اللي هي الزلال اللي تحت الجلد ده الطبقة البيضا دي، وبنشيل طبعًا الحاجات اللي عاملة زي الكبدة اللي بتبقى في الوراك دي عشان بتدّيها زفارة، وأي قطع زيادة في الجناح أو في أي حتة في الفرخة بنشيلها خالص، نغسلها كويس كده تحت المَيّة الحنفية، وهنرجع بقى نعمل لها محلول نقع تاني وننقعها فيها شوية. هنا خلاص قرّبت أخلّص الكمية كلّها أهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا طول ما احنا شغالين زي ما قلت لكم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، على طول تذكروا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يجعل في الحاجة كده خير وبركة كده، وفي نفس الوقت بناخد حسنات. وسبحان الله وهي دي البقيات الصالحات. يعني الواحد ما عادش يراهن على بقاء أي حاجة حواليه دلوقتي. أقرب الناس سبحان الله يعني واللي بتبقى متعلق بيهم قوي سبحان الله، ساعات كده بيجي عليك وقت خلاص الكل بيتخلى عنك، الكل بيسيبك سبحان الله، بس ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبكش. ربنا بيقول لك أنا معاك، ربنا بيقول لك أنا باخليك لنفسي، علشان ما تقعدش تقول ولادي اخواتي اصحابي مش عارف ايه سبحان الله، وبتبقى متعلق بحاجات كده سبحان الله. فربنا بيقول لك لا، انا اللي باقي لك، وانا سبحان الله انا اللي جنبك، وانا اللي المفروض يعني تبقى متعلق بيا اكتر من اي حد. فالحمد لله والشكر لله. فهنا عملنا محلول النقع اهو، وهنسيبهم منقوعين كده شوية طماطم وطبعا هنا ليمون وجنزبيل وفلفل اسود وحبهان وكل الحاجات دي. عندنا التتبيلة بقى بصل وطماطم وفلفل اخضر وليمون، وهنحط عليها بقى البهارات. هنا انا بضرب كده الخلطة كويس في الكبة كده بعد ما خلصتها كلها، واحط عليها بقى جنزبيل اللهم صل على سيدنا محمد وفلفل اسود وملح وزيت. واللي طبعًا لو عندنا زبادي نحط برضه بتطريها وتخلّي طعمها حلو، بس طبعًا عشان أنا لسه مانيش عارفة أنا هاعملها إيه، فمش هاحط زبادي. يعني الزبادي ده لمّا أبقى أقرر بقى أنا هاعملها إيه ساعتها. لو هتتشوي بيتحط عليها زبادي، لو بانيه ممكن يتحط زبادي برضه يطرّي الصدر شوية. فهنا إحنا هنتبّلها عامةً كده تتبيلة عامة لكُلّه، وهندخّل كده في الإيه، فتّحنا فيها فتحات وهندخّل كده في الفتحات كويس. أنا باحط معلقة ملح كبيرة، وهنقعد يعني ندعك كده الفراخ كويس من برّه ومن جوّه، وندخّل التتبيلة تحت الجلد وجوّه الفتحات، بحيث إن هي تتشرّبها كويس أوي. طبعًا دي أنا عاملاها من قبلها بيومين أو بأكتر، وممكن تتعان في الفريزر من قبلها بفترة يعني بأسبوع والّا حاجة، وهتبقى شربت التتبيلة عقبال ما تيجي تطلّعيها سبحان الله، تلاقيها واخدة كلّها من طعم التتبيلة وطعمها جميل، وتبقى جاهزة على طول على الحاجة اللي أنتِ هتعمليها. فهنا بدأت أدخّل في الفتحات وأدعك كويس في كلّه، واخليها كده تاخد وتدي مع بعضها في التتبيلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا مش عاوزين يعني ننسى صلاة القيام وصلاة التراويح، لأن طبعا دي فيها خير وفيها بركة سبحان الله. وطبعا أي حاجة أنت بتطلبيها من ربنا سبحانه وتعالى لما بتطلبيها في صلاة القيام سبحان الله بيبقى الدعاء مستجاب، وبالذات في التلت الأخير من الليل سبحان الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى بينزل في التلت الأخير من الليل ده وبيدور على الناس، يقول لك هل من داعي فأستجيب له سبحان الله، هل من مستغفر فأغفر له. فيعني أي حد بيطلب أي حاجة من ربنا سبحانه وتعالى تأكدي إن شاء الله ربنا هيستجاب دعائك، وربنا يغفر لك ذنبك سبحان الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
هنا خلصنا خلاص الفراخ كلها وكده وتبلناها كويس، وهنغطيها بقى وندخلها الفريزر. عاوزين نخليها زي ما هي كده، عاوزين نحطها في اكياس ماشي. هنا عندنا الطماطم بعد ما غلت كده واستوت اهي، بسيبها بقى لحد ما تبرد وابرق اضربها في الخلاط، وارجع اديها غلوه لحد ما تصفي ميتها. هنا الفاصوليا برضو اهي، حطيتها برضو لحد ما نشفت خالص مع البصل والثوم. دي برضو كانت مرة تانية انا كنت بعمل بها، كنت بطبخ برضو فيها فاصوليا، كانوا حبة كده على القد طبقين. وبعدين بعد ما اتشوحت كويس حطينا لها الصلصة وحطينا لها الطماطم بتاعتها، وهنسيبها تاخد وتدي كده مع بعضها لحد ما تستوي. هنزود شوية مية ونحط لها البهارات بتاعتها لحد ما تستوي. طبعا كان عندنا هنا برضو كوسة انا كنت مقوراها علشان نعمل لهم محشي ان شاء الله في اول يوم رمضان. وعلى فكرة ممكن تتخزن عادي في الفريزر وهي متقورة كده جاهزة. وطبعا الكوسة أنا بعملها في الفرن، ما بعملهاش على البوتاجاز من فوق. يعني أنا بطلعها وأحشيها وبحطها في الفرن، أرصها في صينية في الفرن وأسقيها الشوربة. طبعا أنا كنت عاملاها في فيديو قبل كده. وطبعا كده خلاص التفريزات بتاعتنا خلصت. وطبعا ما بقول لكم ما تنسوش، هنا ده اللوجو بتاع القناة، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا كومنت وتعملوا سبسكرايب للقناة وتعرفوا كل حبايبكم